في ورم في الثدي وتحليل دلالات الهرمونات بتاعه طلع ثلاثي سلبي. يعني ايه ثلاثي سلبي؟ معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. في الفيديو ده هنشرح يعني ايه الورم او سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وازاي نبدا العلاج معاه. لما بنعمل الفحوصات بتاعتنا السونار والماموجرام وبناخد من الورم عينه نعمل عليها تحليل باثولوجي او تحليل انسجه، بيطلع ان هو ورم خبيث للاسف. بنعمل عليه تحليل دلالات الهرمونات اللي هو تحليل دلالات هرمونات الاستروجين والبروجستيرون والهيرتو. لما التحليل ده بيطلع ثلاثي سلبي بنسمي الورم سرطاني ثلاثي سلبي. ده معناه ان الورم ده استجابته للكيماوي تبقى افضل من ان احنا نبدا بالجراحه. يعني ايه؟ يعني هنبتدي في الورم دوت ناخد الجلسات الكيماوي بتاعتنا الاول، سواء 4 جلسات او 6 جلسات او 8 جلسات، ويليها الجراحه لو مفيش انتشار للورم خارج الثدي، وده بنعرفه عن طريق الاشعه المقطعيه للصدر والبطن والحوض عشان نتاكد ان مفيش انتشار. طيب ليه بناخد الكيماوي الاول في النوع ده بالذات؟ عشان وجد ان لما بناخد الكيماوي قبل الجراحه بيبقى نسب الشفاء اعلى بكتير ونسب الارتجاع اقل بكتير. اذا في استفاده قويه جدا للمريضه لما بتبدا بالعلاج الكيماوي الاول. وكمان وجد ان 25 ل 28% من الحالات دي بتجيب استجابه كامله اللي بنسميها complete response، يعني الورم بيختفي تماما مع الجلسات. ولكن مش معنى كده ان لو الورم اختفى ان انا ما نعملش الجراحه، لا طبعا لازم هنعمل الجراحه ونشيل المكان اللي فيه الورم لو هو اختفى تماما، او بقايا الورم لو هو لسه ليه بقايا وما اختفاش كليا، عشان ما يحصلش ارتجاع. لان طبعا لما بنبطل الكيماوي وما خدناش وما عملناش الجراحه وشلنا بعد الورم، شلنا المكان بتاع الورم هيرجع تاني لما نبطل العلاج. فمش معنى ان الورم اختفى معناها ان احنا هنلغي الجراحه، لا بالعكس. طيب لو الورم اختفى هنشيله ازاي؟ احنا بنتوقع اختفاء الورم في الحالات ديت، فبنستبق العلاج بان احنا نركب كليبس على الورم، وشرحنا موضوع الكليبس ده في فيديو تاني. بنركب كليبس بنعلم بيه الورم عشان لو صغر قوي او اختفى اقدر ابقى عارفه المكان بتاعه وما اضطرش اشيل الثدي بعد جلسات الكيماوي، واكتفي بس بان احنا نشيل الورم بحواف امان حواليه عشان نبقى اطمنا ان احنا شيلنا كل حاجه كويس. يا رب اكون افدتكم. نتقابل في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للفيسبوك واليوتيوب تيك توك انستغرام.